بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. قراءات هذا اليوم يا أحبة بتتكلم كلها على موضوع واحد ومربوط برباط واحد، وهو الإيمان. وقصة الإيمان بالمسيح أو بإلهنا هي قصة حياتية عملية. لو جينا سألنا أي واحد مسيحي دلوقتي: أنت بتؤمن بالمسيح إنه هو ابن الله الحي؟ هيقول لي بأمن يا ابونا، ده بؤمن بيه. لكن الله ما بياخدش باللسان، ما بياخدش بالكلام. ربنا بيقول لك أنا عايز أشوف إيمانك الحقيقي بيا من خلال تجارب الحياة. لما بتحصل لنا أي مشكلة في حياتنا، أي ضيقة، أي حاجة بتحصل في حياتنا، هل بفضل متمسك بالله ولا بفقد سلامي وإيماني؟ كلنا أحبة بنتعرض كتير للألم، ويبقى السؤال الذي نردده كل مرة، والسؤال الشائع جدا: لماذا يسمح الله لنا بالألم؟ وتكون الإجابة هي من قراءات النهاردة، اللي منكم ركز في القراءات والإنجيل، هي مجرد اختبارات من الله لكل إنسان عشان يشوف إيمانه بيه أخباره إيه. أصل لو الدنيا مرحرحة وكويسة ومفيش أي ضيقة، ما نقدرش نكتشف إيماننا بالله قوي ولا لأ. تعرفين أي قطعة ذهب عشان يعرفوا إذا كانت القطعة دي ذهب أصلي ولا لأ يعملوا إيه؟ يحطوها في التلج؟ يخلوها كده؟ لا، يحطوها في النار. تلاقي الجواهرجي يجيب البشبوري ده ويحط نار مسلطة على القطعة ويكتشف إذا كانت دي ذهب حقيقي أو فالصو. هكذا الله يكتشفنا بهذه الطريقة، يشوف إيمانك عامل إيه عن طريق اختبار صغير، دقيقة صغيرة. ساعات كتير نتضايق، نقول أنت ليه يا رب كده بتعمل معانا كده؟ أنت ليه يا رب سامح بكده؟ ربنا بيقول لك أنا بس بختبر إيمانك بيا. هل أنت هتبقى ماسك فيا فعلا، ولا مع أول اختبار أنت بتسقط؟ مش كده بقول اختبارات الإيمان هي اختبارات حياتية عملية. الشاطر اللي يقول لربنا أنا فاهم الدرس، أنت سمحت بالدقيقة دي في حياتي عشان تشوفني هعدي في الامتحان ولا لأ، هنجح ولا هسقط، هتكشف إن أنا قوي وإيماني قوي ولا مهزوز. والأمور دي على فكرة إحنا بتحصل لنا في حياتنا وبنعديها، لكن مع ربنا ما عرفش بنعديها ليه. هو إحنا ليه طول عمرنا وأولادنا بيخشوا امتحانات آخر الشهر وامتحانات آخر السنة وثانوية عامة وكليات ليه ده كله؟ ليه الامتحانات؟ ما نخش الطالب يخش سنة أولى ابتدائي ويتخرج على طول لغاية فوق. ليه بنعمل له امتحانات واختبارات؟ يقول لك عشان أقيس مستوى الطالب، هل هو يستحق ان هو يتنقل للسنة اللي وراها ولا يقعد في نفس السنة ولا يحصل له ايه؟ نفس المستوى ونفس المنظور الله بيعمله على إيماننا بيه. عشان كده النهاردة بيقول كده، بيقول اعلموا وآمنوا بي إني أنا في الآب والآب في. شافوه إنسان قصادهم بيأكل وبيشرب وينام وبيتألم، فشكوا فيه، ما فيش إيمان. فقال لهم اعلموا وثقوا وآمنوا، اعلموا وآمنوا. واللي أخذ منكم بالكم من الكلمتين، الإيمان لازم يأتي بعد ما أعلم. أصلا أنا هعرف ربنا إزاي وآمن بيه إزاي غير لما أعرفه؟ عشان كده قال لهم الكلام اللي أنا بكتبه ده أو اللي أنا قلته والأعمال اللي أنا بعملها وكتبت عني هي اللي هتعرفكم أنا الإله الحقيقي ولا لا. عشان كده قال لهم اعلموا وآمنوا. إيماننا ليه بيبقى مهزوز؟ عشان مش بنقرأ وعوده. هو يقعد في كتاب مقدس يقول وعود كتيرة تطمن كل واحد فينا، أنا مش بقرب له، مش بقراه. فلما بتجيلي أي مشكلة في الحياة أنا مش واثق في الوعود دي، إني ما أعرفهاش،
فإيماني بيهتز. أنت فين يا رب؟ كتير قوي بنسمع الكلمة دي لما يكون حد في ضيقة بعيد عنكم قوية. أنت فين يا رب؟ ربنا يقول له صدقني أنا معاك، وأنا قلت لك، وأنا عرفتك، ومن أكتر من 2000 سنة أنا قايل لك إن ده هيحصل. في العالم سيكون لكم ضيق. الواحد لما بيتعرض بأي ضيقة كأننا بنفاجأ إن دي حاجة أول مرة تحصل، حاجة غريبة. لا، على فكرة المسيح قالها بس أنا مش بقراها في الكتاب. قال الدنيا دي هيكون فيها ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق. طب والضيق ده يا رب أنت هتسيبنا فيه كده؟ قال لأ، أنت لو تقرأ كلمتي، تقرأ وعودي، هتعرف إن أنا غلبت العالم ده، وبالتالي أنت لما هتآمن بيا هتعرف إنك كمان تغلب العالم ده. والجميل بقى في المسيح إلهنا إنه لما جه يقول الآية دي كان عارف إن إحنا يعني شوربة هنبقى مهزوزين، فراح ضايف كلمة. قال إيه؟ ثقوا. على فكرة الآية لو كانت اتقالت في العالم سيكون لكم ضيق لكن أنا قد غلبت العالم، تمشي صح؟ ولا فيها غلط؟ بس هو كان شايف بعينه إن إحنا مش هيكون عندنا الإيمان، فعشان كده راح حاطط كلمة إيه؟ ثقوا. عشان عارفكم هتبقوا مهزوزين. ثقوا أنا قد غلبت العالم. عشان كده بقول لازم يكون عندنا يقينية بمن نؤمن. عندنا اليقينية دي ولا لا؟ كم مرة المسيح إلهنا كان يسأل ماذا يقول الناس إني أنا؟ فردوا عليه التلاميذ قالوا له إيه؟ قالوا له ناس يقولوا عليك إيليا، ناس يقولوا عليك أحد يوحنا، ناس يقولوا عليك أحد الأنبياء. خلي بالكم حتى هذا اليوم ربما بعض الناس المسيح في نظرهم هو مجرد نبي. تقول لي يا ابونا ازاي ده؟ احنا عارفين ان هو زي ما بطرس قال المسيح ابن الله الحي. اقول لك زي ما قلت لك من 5 دقايق، ما بياخدهاش ربنا بالبق. ربنا يقول لك طب انا هعمل لك اختبار صغير وهكتشف لك وهوريك ان ايمانك بيا هو مجرد نبي. اللي معاه المسيح واثق فيه ومآمن بيه ان هو ابن الله الحي، ما فيش امر على الارض يقدر يهزه. اقولها تاني، اللي مآمن ايمان حقيقي ان اللي يحمل اسمه هو المسيح ابن الله الحي، ما فيش امر على الارض يقدر يهزه. ده الواحد فينا لما يكون مسنود كده على رتبة ولا مسنود على شخصية مهمة يقول لك أنا ليا ظهر. طب واللي ليه ظهره المسيح خالق الكون، الله ده ظهرك. ده أنت عايز إيه تاني؟ عايز تخاف من إيه؟ إيه اللي يقدر يهزك؟ إيه اللي يقدر يضايقك؟ بس للأسف أنا بتضايق، بتهز، بزعل، بتألم. كل الكلام ده أنا بيأثر فيا عشان أنا للأسف مش حاسس أنا بآمن بمين. ويبقى إيماننا هو مجرد صورة. في فقرة أو فترة من الأزمنة كان يجيبوا المسيحيين يقولوا لهم لو قلتوا إن ده إلهك هنطير رقبتك. دي أقصى ألم، أقصى تجربة، مش بقى شوية مرض ولا شوية عمليات ولا لا، ده هيطيروا رقبتك، هياخدوا روحك. كنا نشوف ايه بقى؟ مدن، بلاد كلها بتجري، كلها بتجري على الاستشهاد. قديس ماري مرقس اللي احنا بنحتفل بيه النهارده، ايه اللي يخلي الناس دي تضحي بحياتها؟ ايه اللي يخليها تعمل كده؟ إلا عشان شيء واحد، هي مأمنة إيمان حقيقي بأنها تؤمن
بالمسيح ابن الله الحي، وهذا هو المسيح اللي يطلبه من كل واحد فينا. عشان كده بقول لك أرجوك اثبت لربنا واثبتي لربنا إيمانك النهاردة باعتراف في القداس. قول له يا رب أنا مآمن بيك ومآمن بأنك أنت الله الظاهر في الجسد، ويا رب لو اتحطيت في أي اختبار هتشوف اعترافي ده ظاهرا. أنا مفيش حاجة تقلقني، مفيش حاجة تهزني، مفيش حاجة تخوفني، ما بقلقش من أي حد، ما بقلقش من أي شخص، ما بقلق. يقول كده الكتاب لا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. أنا مش بخاف من أي حاجة، حتى مش بخاف من أي حد شرير، مش بخاف من أي حد يضرني، مش بخاف من حد، لأن ليا إله قوي أنا مآمن بيه. كل الوعود دي بقول مكتوبة في الكتاب. عشان كده هو النهاردة بيقول إيه؟ اعلموا وآمنوا. اقرأ في الكتاب، شوف أنا بقول لك إيه، وعودي ليك بتقول إيه، كلامي ليك بيقول لك إيه. افهم واعرف واقرأ، هتلاقي نفسك بتآمن بيا إيمان حقيقي. طب لما أسمح لك باختبار صغير، قول له لا أنا فهمت، أنا ناجح، أنا مش هسقط، أنا هطلع طالب شاطر عندك يا رب. طب الدقيقة زادت شوية ولا يهمني، هستحمل، عشان أنا واثق إن أنا ليا إله بيحبني. هو مش بيرضى ليا الغلاسة ولا التعب ولا إنه يضايقني، لكن هو اختبار صغير. زي بالظبط لما بقول لكم كل واحد فينا في حياته كانت أيام الامتحانات في حياتنا أغلس أيام، سهر وتعب وقلق، ورايحين الامتحان الصبح متضايقين ومشدودين. طب وإيه اللي بيخلينا يجبرنا على الكلام ده؟ يقول لك عشان أنجح. طب بنيجي مع ربنا ليه مستكترينها؟ طب ما أنا برضه هستحمل الضيقة واستحمل الألم عشان أنجح. وصدقوني وجربوها، مش بقول لك حاجة ما تجرب، جربها. يوم ما تعمل كده هتلاقي الضيقة بتخلص بسرعة. زي ما بقول لك إن ربنا مش حابب إنه يضايقك، بس هو بيعمل لك الاختبار. يوم ما تنجح خلاص هيرفع، بس يوم ما يلاقيك إنك بتسقط هيعيد الامتحان مرة واثنين وثلاثة وعشرة. أرجع وأقول زي الحياة العملية، الواحد فينا لما بيسقط بيعملوا له ملحق. طب ملحق سقط فيه بيعيد السنة ويمتحن تاني. بنستكترها ليه على ربنا؟ الحياة الروحية زي الحياة العملية. عشان كده بقول خلينا ننجح في الاختبار، نقول له يا رب احنا هنعلم، هنقرأ، هنعرف وعودك بتقول ايه، وهنآمن بيك. حصلت أي مشكلة أنا مش مهزوز، ربما أتضايق شوية بالطبيعة البشرية، لكن مش بتهز، مش بفقد ثقتي فيك. بقول دايما إن أنا ليا إله حي، إله هو ضابط للكون، ضابط للكل، هو اللي بيحرك كل حاجة. سمحت بالموضوع ده يا رب أنا قبله، طالما بسماح منك أنا قبله. فأنا واثق إنك أنت الذي لك اليد العليا، مش أي حاجة تاني. أنت اللي ليك اليد العليا، وأنا بحمل اسمك، أنا اسمي مسيحي، بحمل اسمك. فأنا مش خايف، مش متضايق، مش زعلان. سمحت بأي تجربة هي مجرد اختبار نجحت فيه يا رب، وهقول لك أنا هستمر في اختباراتي معاك إن أنا هنجح باستمرار، عشان أقول لك إن أنا مآمن بيك إنك أنت هو الإله الحي. لإلهنا المجد دائما أبديا.